الحوار الحقيقة في جريدة الشروق، العنوان في الصفحة الأولى، وباقي الحوار اللي أجراه الزميل أحمد عبد الحليم والزميل أحمد سعد. باقي الحوار موجود في صفحة 6 في الشروق. بيقول في ضماطي عودة مرسي رئيس لمدة ساعة أو الحرب الأهلية. الموجة تهريج. يعني إيه يرجع لمدة ساعة؟ يعني نفس الفكرة القديمة، المبادرة القديمة التي طرحها في البداية، يعني بدايات في شهر يوليو العوا وهشام أنديل، انه يرجع عشان يكلف رئيس وزارة انه يجري انتخابات رئاسية مبكرة. يعني طب ما انت مش موجود حاليا، هترجع تعمل ايه يعني؟ وهترجع ساعة تعمل ايه؟ اذا كنت انت قعدت سنة خربتها، فهترجع هتقعد ساعة إضافية هتضيف إيه عشان هتصلح ما أفسدته في غضون عام؟ أعتقد أن الكلام فارغ يعني وغير مقبول عقليا. أما الخطير فعلا التهديد بفكرة الحرب الأهلية. يعني فكرة التلويح أن يكون هذا الأمر بهذه الصورة. إذا هذا كلام يجب أن يحاسب عليه. أولا نقابته التي ينتمي إليها يجب أن تحاسبه، وأنا أدعو النقيب سامح عاشور أن يحاسبه نقابيا على ذلك. ثانيا يجب تطبيق قانون العقوبات عليه، ده محامي وعارف إيه اللي يقوله وإيه اللي ما يقولوش في النهاية. لكن عندما أهدد بحرب أهلية، مثلما كأنني لا أهدد بقتل شخص واحد، ده أنا أهدد بقتل جموع من البشر، ومن يحرض على قتل شخص مثل من قتل هذا الشخص يعاقب بنفس العقوبة في قانون العقوبات. فده يستحق أن يعني يساءل ويحقق معه ويتم محاكمته إذا ثبت في حقه هذا الكلام. عموما الحوار هو منشور ومسجل، وبالتأكيد الزملاء في الشروق معهم ما يثبت أنهم عملوا هذا بالفعل أو يكذب الكلام ده أو يكذب.